هيفضل الناس اللي في الاهلي بالنسبه لي اكبر معلمين في الكره المصريه. ليه بقى؟ الاهلي امبارح عامل بيان بيتكلم فيه على اتحاد الكوره، بيقول لهم قراراتكم كلها لا تدعو للتفاؤل، وبيتكلم عن لجنه الحكام وتصريحات الحكام، وبيتكلم كمان عن ان النادي الاهلي بيتم التلاعب، يعني الاتحاد الكوره المصري بيتم التلاعب فيه باللوائح. تمام؟ ناخد نقطه نقطه. رقم واحد اتكلم بيقول لك تصريحات الحكام كارثيه. انا اعرف في يوم من الايام ان في 2 حكام، واحد كان على التلفزيون مع ابراهيم عبد الجواد تقريبا، واتصلوا على واحد تاني. الاتنين كانوا بيعايروا بعض ان هم غلطوا غلطه لصالح الاهلي في ماتشين مختلفين. انت ما حسبتش ضربه جزاء في ماتش كذا ليه؟ وانت ما عملتش الكره دي جون في ماتش كذا ليه؟ شوف وصلنا ليه، شوف البجاحه بقى، شوف تصريحات الحكام الكارثيه. عشان حكم اختلف مع حكم في ماتش على كوره معينه قال لك دي تصريح كارثي، انما حكمين بيعايروا بعض على التلفزيون قدام الناس بيقول لك ده عادي، ما اتكلموش عليه. نيجي للتلاعب باللوائح. بقول لك يتم التلاعب باللوائح، وفي شخص خارج اتحاد الكوره يتلاعب باللوائح ويتلاعب بلجنه الحكام. طب انا عندي سؤال، الدوري اللي قبل الدوري الاعجازي اللي الزمالك خده ده، انت واخد الدوري بسبب ان تم التلاعب في اللوائح. كنت انسحبت ماتش ب6 نقط، اتخصموا منك. اتخصم منك كام؟ 3 بس. بعد لما اتعلن ان هو اتخصم منك 6، قاموا بعدها بيومين 3 4 او اسبوع قالوا لا اتخصم منه 3 بس من 6، 3 بتوع الماتش، كانه خسر الماتش بس. هتقول لي ما ده العادي لان هم راجعوا اللائحه. هقول لك اذا كان ثروت سويلم بعدها طلع على التلفزيون والدوري لسه شغال قال لك لو بيراميدز انسحبت في اي ماتش هيطبق عليها اللائحه، يعني هيتخصم منها 6 نقط، قال هيتخصم ال6 نقط وقام ضاحك. شفت التلاعب باللوائح معاك واصل لفين؟ لان الناس طلعت اتكلمت وبيضحكوا بجاحه. 2 حكام قاعدين بينظروا على بعض على التلفزيون وبيعايروا بعض ان هم غلطوا لصالحك في ماتش، في ماتشين، يعني كل واحد في ماتش. في نفس الوقت رئيس الرابطه طالع بيضحك وبيقول ان بيراميدز هيتخصم منه ال6 نقط، يعني هيطبق عليه اللائحه لو عمل زي الاهلي. متخيل؟ يعني انت بقى بيتم التلاعب باللوائح والتحكيم بيمشي على هواك ومعاك، وبيطلعوا على التلفزيون يقولوا كده من غير خوف. انت بقى عشان حكم فيديو اختلف مع حكم ساعه في لقطه عملت حوار وشفناه. انا من رايي يا ضربه جزاء، عشان بس ما تقعدش تفتي وتفسي. بس انا شفتها في كذا حته ما اتحسبتش، في الدوري الاوروبي وفي دوري الابطال وفي حتت كتير وما اتحسبتش، وشفناها كتير. ففي حكام تانية بتشوفها مش ضربه جزاء، يعني في 2 مختلفين على نفس الحاجه اهو، عادي، حكم فار وحكم ساحه مختلفين في لقطه يا سيدي، والقرار الاخير هيرجع لحكم الساحه يعني. فعادي ما فيهاش حاجه خالص. الزمالك اتحسب عليه ضربه جزاء في ماتش السيراميكا وقيت حسام عبد المجيد على الارض مسنوده عمودي كمان، عشان الناس بتوع عمودي وافقي وراسي، كانت عمودي واتحسبت ضربه جزاء. هنقعد نعيط عليها طول الموسم؟ بعد ما الموسم يخلص هنفضل نعيط عليها؟ انت بقى بتعمل، انت فاكر كوره جهاد جريشه مع الزمالك في ماتش المقصه لما احمد سامي طار عليها وقال انا الجون؟ احنا بنهزر يا جماعه. هو النادي الاهلي ليه كل بدايه موسم لازم يطلع حاجه عن الحكام واتحاد الكوره؟ هم معلمين، هم بيضغطوا من قبل ما الموسم يبدا. هو الاهلي عارف هو بيعمل ايه، هو بيضغط قبل ما الموسم يبدا علشان يخوف لجنه الحكام ويخوف اتحاد الكوره. هو بادئها من بدري خالص، الموسم لسه عنه 18 يوم ولا حاجه، فانا هبداها من دلوقتي عشان ما حدش يغلط في ماتشاتي. لا مش ما حدش يغلط، علشان اي قرار 50-50 اخده انا، عشان لو انا مزنوق في ماتش والحكم شك في اي حاجه يحسبها لي انا، عشان افضل ضاغط على الحكام من قبل ما الموسم يبدا، وعلى لجنه الحكام اللي انا ما اعرفش هم متضايقين منهم ليه. مع ان والله انا ما فاكر ان الاهلي اتظلم في اي موسم الا الموسم اللي فات في ماتش سيراميكا، واتعوض عنها تاني ماتش في سموحه كان عليه ضربه جزاء اصلا وما اتحسبتش، والاهلاويه كانوا بيقولوا يا ضربه جزاء على الاهلي. فانت حتى الموسم اللي انا شفتك اتظلمت فيه في ماتش انت اتراضيت تاني ماتش على طول. ففين التلاعب في اللوائح والقرارات التحكيميه؟ ده وصلوا بيقول لك ان في واحد من بره اتحاد الكوره هو اللي بيتحكم في اللوائح والقرارات التحكيميه، واحد زملكاوي يعني. ده بيان من النادي.
هو كل ده علشان الاهلاويه ضغطوا على النادي الاهلي يطلع اي بيان؟ بس انا ما اعتقدش ان الاهلي يطلع بيان عشان ضغط الجمهور. لا، الاهلي الناس هناك معلمين فاهمين هم بيعملوا ايه بالظبط. والله ده الضغط، انا هبدا ضغط من دلوقتي، هبدا ضغط. مجلسنا احنا ازاي مش هعمل كده؟ لان هم ما وصلوش للحته دي، ما وصلوش للحته الصعبه دي في التفكير ان انا اضغط من بدايه الموسم. اضغط مش من بدايته، من قبل ما يبدا بفتره ب3 اسابيع. انا هبدا اضغط من دلوقتي يا باشا عشان الكل يتظبط زي ما على هوايه في الموسم. مش مهم العدل، المهم ان الكل يتظبط على هوايه انا كنادي اهلي. انت شايف واصلين لايه؟ شايف بجد يعني احنا واصلين لحته وحشه قوي، وحشه، اقسم بالله واصلين لحته وحشه بجد. مفيش كده يا جماعه، مفيش كده. بقول لك 2 حكام طلعوا على التلفزيون بيعايروا بعض ان هم غلطوا غلطات لصالح الاهلي في ماتشين، والموضوع عدى عادي والناس كانت بتضحك، بيهزروا مع بعض على التلفزيون ان هم ظلموا انديه قصاد الاهلي. بقول لك رئيس رابطه ثروت سويلم طلع على التلفزيون بعد قرار ان الاهلي يتخصم منه 3 نقط من ال6 مش 6، قام قايل لك بيراميدز لو عملت زي الاهلي هيتخصم منها 6 نقط وهيطبق عليها اللائحه. يا جماعه انتوا فاهمين احنا واصلين لايه؟ احنا واصلين لبجاحه، كميه بجاحه رهيبه. قسما بالله في حياتي ما شفت بجاحه كده. ويرجع يقول لك التلاعب بالحاجات التحكيميه وان اللي بتعملوه لا يدعو للتفاؤل. لا يدعو للتفاؤل ايه؟ انت عمرك اتظلمت؟ انت عمرك شفت ظلم؟ لغايه دلوقتي احنا خسرانين. السنه اللي قبل ده سوبر مصر منك بقى لما ناصر منسي هاك في السوبر الافريقي. انا ما اعرفش جون سيف الجزيري اتلغى ليه لغايه دلوقتي. نفسي اعرف الجون ده اتلغى ليه. انا مش والله ما لاقي لها سبب، وعهد الله انا ما اعرف الجون ده اتلغى ليه. ولغايه دلوقتي بفكر فيها انا الجون ده اتلغى ليه، بس مش عايز اكتر من كده. عايز افهم جون سيف الجزيري ده اتلغى ليه. لا تسلل على المسلوسي ولا جه ناحيتها، وحتى لما سيف شاطها هو تفاداها وبعد عنها عشان ما تحسبش اوف سايد. فانا والله ما اعرف لغايه دلوقتي اتلغت ليه. الجون ده اتلغى ليه؟ كان جون كفيل يكسبني الماتش خلصان 0-0، كنت هكسب الماتش. فانت اخر واحد تتكلم عن اي تعريض من اتحاد الكوره، عن اي اخطاء تحكيميه، عن اي حاجه لها علاقه بالاتحاد المصري لكره القدم اصلا، لان كله بيخدمك. ابسط حاجه انت لما خلصت تالت السنه اللي فاتت رئيس اتحاد الكوره راح طلب من الاتحاد الافريقي زي اتحاد الانديه المشاركه في دوري الابطال. كان بيضغط عشان تلعب دوري ابطال عافيه. ومن البجاحه ان هو لما القرار ما تنفذش او قالوا مش هينفع يتنفذ السنه دي، قمت انت طالعين تقولوا احنا ما طلبناش حاجه اصلا وما كناش عايزين نلعب دوري ابطال. احنا مش عايزين نلعب دوري ابطال، احنا عايزين نلعب كونفدراليه. وجمهوركم سايق في الموضوع ده بقى ان هنا ابو ريده عامل كده عشان الزمالك السنه الجايه. متخيل يا ابني البجاحه؟ مسكوا في ان هنا ابو ريده ده رجل شجاع مغوار ذكر حاسم مش عارف ايه، لغايه لما خدوا الخازوق من هنا ومش هيلعبوا دوري ابطال قام قايل لك الراجل ده بيعمل كل ده عشان الزمالك في السنين الجايه. شفت البجاحه؟ طب ما كان يعملها ال3 سنين اللي فاتوا، ما كانوا عشان الزمالك برضه. ولا هو كان مستني ان الزمالك يروح دوري ابطال فيعمل كده؟ ما هم قال لك بقى هو مستني الزمالك يروح دوري ابطال عشان يعمل كده، فيتقال بعد كده ان هو عملها علشان الاهلي مش عشان الزمالك. انت شايف الذكاء؟ انت شايف يا اسطى هم عايزين يوصلوك لمرحله عامله ازاي؟ شوف هم عايزين يبينوا ان هم ما بيتعمل لهمش حاجه، مع ان العقلاء منهم عارفين ان هم بيتعرض لهم حوش النقطه من على الدار، ان اتحاد الكوره بيخدمهم هم. والله العظيم قالوا عقلاء منهم عارفين كده. بس العقلاء دي نسبه صغيره جدا 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 جدا. هم 50 مليار اهلاوي، 5 مليار اقصد. في حفل فودافون كتبوا ان هم 5 مليار اهلاوي. قول 100 واحد من 5 مليار هم اللي عقلاء في الموضوع ده. هم عارفين ان اتحاد الكوره هنا في مصر شغال علشان لصالحهم هم. عارفين ان رابطه الانديه شغال لصالح الاهلي. عارفين ان القرارات التحكيميه الاسوأ بتحصل مع الاهلي بس. فالاهلي هو اللي بيستفاد تحكيميا، بيستفاد من قرارات اتحاد الكوره، بيستفاد من تغيير لوائح في وسط الموسم عادي. يكفي اللي انت بتعير في الموسم ب70 لاعب ومحدش بيكلمك اصلا، محدش يتكلم على دي، مش عارف ليه. مع ان المفروض احنا حد يطلع بقى من اتحاد الكوره ومن رابطه الانديه فهمنا حوار الاعاره. انا ليا اعير كام لاعب واستعير كام لاعب، وفي نفس الوقت اعير كام لاعب لنادي معين واستعير منه كام لاعب نفس النادي. عايز اعرف العدد. الاهلي ما يعمليش 16 اعاره لنادي معين. اللائحه السنه اللي فاتت كانت على 6، الاهلي عامل يجي 11 السنه اللي فاتت.
ده مش تلاعب في اللوائح وتغيير ولا؟ فوالله يا ابني انت هتقعد تشوف حاجات غريبه، تسمع حاجات غريبه وحاجات اغرب. ولما تتكلم على الحاجات دي يعني هيقول لك ابسط حاجه ده عقد ثلاثي، تساله عن ايه يعني ايه عقد ثلاثي، مش هيعرف يرد عليك وهو سمعها او شافها في بوست. فانت والله العظيم الواحد بس اللي بيضايقه ان هو بيسمع الكلام ده وبيشوف الناس مصدقه وبتتكلم عليه بجد. فربنا يا رب يعني والله العظيم يهدي الناس كلها، والناس في الاهلي تبطل شغل المعلمين، همشيها المعلمين، وشغل القرف اللي هم بيعملوه ده والكذب على الناس ده. وربنا يعديها على خير ويبقى موسم حلو بقى من غير كوارث تحكيميه يا رب، عشان في فار هنا في مصر، ومن غير تلعب في اللوائح بجد بقى. لقوا في البيان بتاع الاهلي من البجاحه ان هنا ابو رضا لما طلع اتكلم، وهنا ابو رضا ده اصلا قبل ما اكمل لك كلامي يعني كان مكلم الاتحاد الافريقي وبعت لهم مقترح لزياده عدد الانديه في دوري الابطال عشان النادي الاهلي اصلا. فبعد طبعا لما خدوا الخازوق وما لعبوش دوري الابطال ولعبوا كونفدراليه، فجابوا الكلام عليه وقالوا ان هو بيعمل كده عشان الزمالك زي ما شرحنا وكده. الراجل طلع يتكلم قال لك الزمالك السنه اللي قبل اللي فاتت اكتر نادي دافع في مصر لاتحاد الكوره فلوس لتسجيل لاعبين 70 مليون جنيه، واخر شيك احنا واخدينه من الزمالك 2 مليون دولار يوم 24 شهر 7 اللي فات ده، اللي هو قبل ما ناخد الرخصه على طول الافريقيه. فشوف كميه البجاحه، منزلين ان الانديه بيبقى عليها مخالفات، قصدهم على الزمالك طبعا، عشان بعد كده اصلا جابوا سيره هنا ابو ريده وقال لك بيطلع على التلفزيون يديلهم اشاره الاجاده واشاره الاجاده ومش عارف ايه. يا شويه بجحيد، يا اللي البجاحه في دمكم ما بتخلصش. الراجل قال ان الزمالك فمين البجاحه يا شويه بجحين ان الراجل طالع بيه يتكلم عن الزمالك ان هو بيدفع الفلوس بتاعت العقود الصحيحه، العقود الصحيحه اللي بتتسجل صح في اتحاد الكوره، مش العقود اللي بدي اللاعب 100 و120 مليون ومسجلهم 5 مليون في اتحاد الكوره عشان الضرايب، عشان اتهرب من الضرايب. واخدين بالكم انتم؟ الراجل طلع يتكلم ان ازاي بيدفع الفلوس اول باول. فين الاشاده في كده؟ فين الاشاده؟ ما الزمالك عمل كده فعلا، الزمالك دفع الفلوس عشان ياخد الرخصه الافريقيه. انا مش عارف انت متضايق ليه؟ هو انتوا مسكتوا في الرخصه دي ازاي مش هياخدها عشان الفلوس؟ بعدين مقترح الزياده قلتوا خلاص كده احنا هنلعب دوري الابطال مع الزمالك، بعدين مسكتوا فيها تاني. ولما الزمالك دفع يا اللي كنتوا بتقولوا ادفعوا الفلوس الاول وبعدين يبقوا اتكلموا، لما الزمالك دفع بتقولوا جبتوا الفلوس منين؟ ولما خلصتوا من حته جبتوا الفلوس منين؟ يوم النادي بتاعكم عامل بيان بيتكلم فيه عن ان الزمالك بيتجامل عشان دفع الفلوس اللي عليه. جبت الفلوس منين؟ انت مال اهلك؟ الله انت مالك يا عم؟ جبت الفلوس منين؟ انت قال لي شغلك. خالي يا عم، خالي اللي دفع الفلوس للزمالك. عندك اثبات ان خالي ما دفعش حاجه للزمالك؟ ما عندكش يا عم. الله، ايه القرف اللي احنا فيه ده يا جماعه؟ وانتوا مال اهلكم واحد واحد. ومش قصدي حاجه يا جماعه، انا مش قصدي اغلط في حد، انا اسف يعني، انا بتكلم على الناس اللي بتكتب كده ليل نهار اللي هي عايشه على كده. يا جماعه مش قصدي على حد، انا مش هغلط في حد، انا اسف، انا اسف والله ما بغلطش في حد. اللي هو انت مالك بس، انا قصدي انت مالك ازاي جاب فلوسه منين؟ بس مش اكتر. فالزمالك جاب فلوس، المهم ان هو جاب الفلوس ودفعها في ميعادها فخد الرخصه الافريقيه على كده. ده انتوا دخلتوا في كل حاجه، كهرباء وزيت وتموين، وجايين على الراجل اللي عامل لكم كل حاجه عشان تلعبوا دوري الابطال. انا ما شفتش كده، ما شفتش كده في حياتي والله. فبجد والله انا صعبان عليا الناس دي، انا صعبان عليا اللي وصلوا له. الناس كل شويه بيطلعوا بحاجه شكل على الزمالك ويقول لك انتوا اللي مهووسين بالاهلي. يا جماعه انتوا بياناتكم كلها عن الزمالك. مفيش قناه الاهلي شغاله، انا بعرف اخبار الزمالك من البوستات اللي بتنزل على قناه الاهلي او البوستات اللي بينزلها فارس برطمان ومحمد اسامه ده، بينزلوا بوستات وينزلوا البودكاست بتاعهم على القناه اللي عاملينه برنامج اسمه في ظهر الاهلي. في ظهر الاهلي، لا انا عارف البرنامج، انا شفت كتير فيديوهات منه، بعرف اخبار الزمالك من عندكم. يا جماعه مفيش كده، مفيش كده قسما بالله ما في كده. الله، الزمالك دفع فلوس، لما ما يدفعش تقولوا ادفعوا الاول وبعدين اتكلموا، لما يدفع تقولوا جبتوهم منين. ولما الراجل يطلع يوضح يقول ان الزمالك اكتر نادي بيدفع هنا في مصر فلوس لعقود اللعيبه، تتضايقوا وتعملوا حوارات. وكل ده عشان جه على الجرح اللي انتوا يعني مش دافعين الفلوس كامله بتاعت اللعبه وبتسجلوا العقود ناقصه. ابو المعاطي زكي طلع يتكلم في الموضوع ده وقال لك الاهلي بيحط الفلوس في اتحاد الكوره بمبالغ قليله علشان الضرايب. هو مفيش بجاح اكتر من كده بقى، يعني خلوا عندكم دم شويه وانتوا بتكتبوا البيان. حتى انا ما شفتش كده، ما شفتش والله العظيم، انا ما شفت كده ولا هشوف بجاحه بالشكل ده في حياتي اصلا في حته تانيه. ومن البجاحه الشديده كمان بيقول لك احنا هنصعد، حاليا هنصعد خلاص عشان ما يلعبش لا كاس مصر
ولا السوبر المصري. طب والدوري هنلعبه عادي. طب لا تلعب الدوري عشان بيودي دوري ابطال افريقيا هو البطوله الاهم. ما دي البجاحه، دي البجاحه. هو بيقول لك انا هنسحب من كاس مصر والسوبر المصري ليه؟ عشان هم مش مهمين، فلوسهم مش حلوه للنادي. في نفس الوقت بيقول لك الجمله اللي بيقولها على كل بطوله يتنطر منها: كاس مصر من غير الاهلي هو والسوبر المصري، اتحاد الكره المصري محتاج الاهلي في النهائي علشان بيجي له عوائد ماديه منه بسبب الحضور الجماهيري. فيقول لك نفس الجمله لما يتنطروا من اي بطوله ان البطوله هي اللي خسرت الاهلي وان الاهلي كان هيزود الاعلانات ومش عارف ايه. بجاحه، مفيش كده. طب يا اهلي ما تنسحب من الدوري، ما هو تبع اتحاد الكره والرابطه هنا في مصر، ما تنسحب من الدوري كمان. لا، الدوري مهم. الدوري بقى فلوسه بقت اكتر، في نفس الوقت هي البطوله الاهم في مصر، فانا لازم العب فيها. فهو ينسحب من البطوله اللي ملهاش قيمه كبيره، انما هيفضل في البطوله اللي لها قيمه. ولو ملاحظ ان يعني حاله الحب اللي بيعملها اتحاد الكره للاهلي وان هو بيظلم الفرق علشانه وبيبقى في صف الاهلي دايما، مخليه الاهلي قادر يعمل كده في الاتحاد المصري لكره القدم ويهدده. الاهلي لما حاول يهدد قبل كده الاتحاد الافريقي وانسحب من ماتش، اتوقف عن البطوله كذا سنه ورا بعض. وبعدها لما اتلعب ماتش نهائي دوري ابطال من ماتش واحد في المغرب قصاد الوداد والاهلي راح هناك واتفشخ وخسر، ما فتحوش بقهم عشان عارفين ان اي لعبه مع الاتحاد الافريقي هيديلهم على دماغهم يطلعوا بره، ما انتوش لاعبين في البطوله، زي ما اتعامل معاهم اولاني. فهم خدوا على دماغهم في الاول لما جم يخالفوا اللوائح ويعملوا حاجه غصب عن الموجودين، فاحترموا نفسهم ومشوا في طريق مظبوط. انما طالما انت سايب لهم الدنيا وسايب لهم الدنيا سداح مداح وبتغير لهم لوائح وبتاع، هيركبوا الاتحاد المصري لكره القدم دايما. فانا شايف كميه بجاحه غير طبيعيه انا عمري ما شفتها في حياتي. بجد والله انا والله هفضل اقول انا ما بشوفش بجاحه في حياتي زي بجاحه الواحد الاهلاوي او المسؤول الاهلاوي في اي حاجه والله.